اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير، ويجعل ايامكم وحياتكم ان شاء الله كلها خير وسعاده باذن الله. النهارده هنعمل حاجه كده من حاجات البحر الحلوه الجميله اللي كل الناس بتحبها. هي سعرها غلا شويه، بس يعني النفس بيقولوا اماره بالسوق. يعني الواحد لما نفسه تهفه على حاجه وقادر ان هو يشتريها يشتريها. فدي كان بقالنا كتير جدا جدا ما عملناهاش، والولاد طلبوها مني، فبجد يعني قلت لا، هقيس وهجيب لهم كيلو واحد بس كده ونعمله. هنا انا عملت ايه؟ طماطم، فلفل كوبي، توم، بصل، زي ما انتم شايفين كده، وحطيت شويه زيت كده في الحله صغيرين او حته سمنه زي ما انت حابه، وابتدي شوحي فيهم الخضار بتاعك دوت. طبعا النهارده كان السمك غالي جدا جدا، كل حاجة سعرها كل يوم بيعلى. يا ريته بقى بيعلى جنيه ولا 2 جنيه، لا ده كل واحد بيعلي زي ما هو عايز. واحد يبيع يعلي 2 جنيه، واحد يعلي 5 جنيه، واحد يعلي 6 جنيه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. كده تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. يا ترى هنعمل ايه؟ هنعمل اكله حلوه قوي قوي، ازازه يعني زي ما بيقولوا، الكابوريا التحفه دي. اهم حاجه في الكابوريا ان انت تجيبيها نتايات، مش ديكورا، نتايات افضل وبتبقى فيها لحم. النتايات بيبقى هو ده شكلها كده زي ما انت شايفه. الديكورا شكلها شكل تاني كده زي المربع او حاجه كده، يعني غير الشكل ده مربع او كده. بتبقى حلوة قوي قوي. هننزلها بقى على الطماطم والبصل بتاعنا ده كده، ونديها تقليبة، ونبتدي بقى نجيب بهاراتنا ونبهرها، وتوطي عليها النار عشان تاخد سواها كامل، اللي جوه يستوي كويس قوي. انا بقى طبعا الكابوريا دي ناس كتير قوي قوي بتحبها، وانا ولادي عامه يعني زي ما بيقولوا كده ما بيحبوش في الاسماك غير هي الكابوريا، زي ما قلت لكم الجندوفلي الجمبري. هنقلب بقى كده، وهنبتدي ننزل عليها بالبهارات بتاعتنا. هنا انا النار عاليه شويه، بعد كده طبعا بتوطي النار، سواء كابوريا سواء جمبري سواء جندوفلي، بتوطي النار عليه خالص نهائيا عشان يستوي معاكي كويس. وبالذات الجمبري ما بتسيبوش على النار وقت طويل علشان خاطر ما ينشفش معاكي. خلاص كده تمام تمام ما شاء الله. طبعا بصوا بتاخد لون بسرعة اول ما بتنزل على النار. طب هتبهري بايه؟ شوية كده من بهارات السمك، وكمان شوية من الكمون، وشوية من الملح، ما بنحطش حاجة تانية. احنا حاطين توم طبعا فيها، ففي ناس بتحب تدق التوم بالكمون وتحطه، طبعا كل واحد على حسب ما بيحب، بس انا هنا مخرطة التوم حلقات، يبقى كمون، بهارات سمك، ملح. اخر حاجة بقى هنا انا هنزل بيها وهي عصرة ليمونية، بتديها طعم حلو قوي. جربيها كده وعصري عليها الليمونية، هتلاقيها معاكي في حتة تانية خالص. غطيها، انطريها بقى. انا هقلبها، بس هي المفروض تتنطر، بس انا هديها الاول تقلبتين كده معاكم، وبعد كده بقى انا هقوم منطراها كده علشان كل البهارات تخش فيها وتتشربها. وهغطيها وهوطي النار عليها وهسيبها. يعني مش هتاخد مثلا غير تلت ساعة نص ساعة عشان تستوي كويس معاكي، ما تستعجليش عليها. اللهم بارك. الكابوريا استوت معانا حلوة جدا جدا، طبعا سخنة بس حلوة قوي قوي. انا يعني بموت فيها، وبالذات بقى لما نكون عاملين طحينة بقى جنب الكابوريا جنب الجندفلي، بتبقى حلوة قوي قوي. يا رب الطريقة الوصفة تكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم. بقول لكم زي ما بقول لكم كل مرة، ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.